مساء الخير عزيزاتي. جبت لكم اليوم وصفة يعني هي مجربة، وأني يعني بعد ما جربتها نزلتها لكم فيديو. إذا مثلا اشتغلتي بالمطبخ وسويتي بصل أو ثوم بإيديك أو زفورة مال دجاج أو مال لحم وتردين إيدك تروح الريحة من عندها، شو تسوين؟ تغسلين ايديك بصابون، بعدين تجيبين ملعقة قهوة، ورا ما تغسلين ايدك تخلين وتفركين ايدك، شوي تبلليها ماي وتفركين ايدك. ورا ما تفركين ايدك بيها تفركين ايدك عدل وتشطفيها، شوفي ايدك راحت من هالريحة. هذا يعني بالمحلات مالت العطور من الروح، من اللي يشممون عطر، فحتى الريحة الثانية من نشمها ما تبقى بخشبنا. شو يسوون؟ يجيبون لنا فد هيك طاسه بها قهوه يقولون شموها. فهذا دليل على شنو؟ بان القهوه توخر الريحه، وهاي مجربه، انا جربتي. هاي فيديو مالتنا لهذا اليوم حبايبي. اني شو اسوي؟ اني زوجي يشرب قهوه دائما، هاي مالت القهوه الماكينه مالت الماكينه، فدائما نخليها بطاسه شي اخليها بالمطبخ. هي هواية عندها استعمالات. هذا الاستعمال الأول هاليوم مال الفيديو مالتنا مال إزالة الريحة، إزالة الريحة من الإيدين. إذا المشتركين يسوون لايك والما مشتركين يسوون اشتراك، وشكرا حبايبي.